السيدة هدى الكاشف، أهلا بيكي في ميدان التحرير. اهلا بك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عرضت بشكل سريع كده الفكرة كما جاتني، لكن أحب أسمعها من حضرتك بشكل مفصل والناس طبعا تسمعها مني. الفكره بشكل مختصر جدا. اولا انا بقول للناس اللي مجتمعه واللي معتصمه، يا جماعه مصرنا غاليه، مصرنا غاليه جدا، مصر الكنانه، مصرنا غاليه. احنا لازم نتقدم وننتج، مش عايزين اي فتنه مفتعله. احنا مستهدفين من جوه ومن بره، من الداخل والخارج. عايزين شويه وعي علشان ننهض ونعدي. المرحله صعبه، مرحله صعبه جدا، ولازم وعي يملانا كبير وصغير، رجل وامرأة، مسلم ومسيحي. البلد بلدنا، احنا اللي هنكسب واحنا اللي هنخسر. فمعلش المقدمة السريعة دي، أنا مختصر فكرتي أنا كنت قدمتها للشيخ طنطاوي الله يرحمه، إني أنا كنت بقترح عليه. برضو كان قبل الثورة كان في زي ما شفنا كده التعصب كان بادئ يظهر، أو كان ظاهر بيطلع وينزل، وأحيانا كان بيبقى مفتعل زي ما شفنا وعرفنا بعد كده. لكن أنا كنت قدمت الفكرة إني أنا كنت بقول عايزين نعمل مراكز خاصة تابع الأزهر يتعلم فيها نساء المسلمين أمور دينهم. أمور دينهم. ديننا الإسلامي دين وسطي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلازم كل مسلم ومسلمة تعرف إن دينها دين يسر ودين وسطي. فكانت الفكرة بتتلخص في إن احنا عايزين نعمل مراكز تابعة للأزهر شبيهة بمراكز الثانوية العامة بتاعت الدروس اللي منتشرة في كافة الجمهورية. مراكز مش هتكلف حاجة للأزهر، بس كل الحكاية إنها هتبقى تابعة للأزهر تحت إشراف الأزهر. نعلم الست أمور دينها، نعلمها تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح. لو اتعلمت قرآن كريم بشكل صحيح هتعرف دينها الصح، هتعرف دينها الوسطي. محدش هيلعب بالعقول بعد كده، ولا عولمه ولا طوفان من اي حته من اي مكان يبدا يلعب بعقول المسلمين والمسلمات. وبالتالي هنعلمهم ايه هو امور دينهم الصحيح، وهنعلمهم كل ما يتعلق بالوسطيه واليسر. وبالتالي نعلمهم برضو امور دينهم، امور فقه النساء، يعني ايه طهاره، يعني ايه عده، يعني ايه رضاعه، يعني ايه ان احنا الجار ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار. يعني ايه جاري مسلم ولا مسيحي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسال على المسيحي النصراني اللي كان بيضره، واليهودي اللي كان بيضره، كل يوم يحط له القاذورات قدام بابه. لما ما جاش اليهودي في يوم، راح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسال عليه، وبالتالي بعد كده اليهودي اسلم. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول احنا دي بلدنا، واحنا الفكره بتاعتي كانت متلخصه او ملخصها في ان احنا عايزين صوتي يوصل للشيخ الطيب، لان كانت الرساله وصلت للشيخ طنطاوي كان هينفذها، ان هو يساعدنا في عمل مراكز اسلاميه تعلم نساء المسلمين امور دينهم، تعلمهم امور دينهم الوسطي، دينهم الميسر، علشان لما الست هي هتتعلم دينها كويس، المراكز دي هيلتحق بيها كل المسلمين كل المسلمات بدون قيود، بدون سن، بدون شهادات، بدون اي قيود، حتى غير المصريين، بدون جنسيه. اي حد. الدكتور طيب ايه رده؟ انا الحقيقه لسه بعمل حمله اعلاميه في كل الجرايد والبرامج في التلفزيون والاذاعه وفي كل مكان عشان الرساله توصل للدكتور الطيب، لان احنا داخلين على يعني احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا ايه. احنا داخلين على مجهول وفتنه طائفيه، احنا مستهدفين، لان اضعف حاجه في مصر هي الفتنه الطائفيه. فاحنا لما نلحق ونعمل المراكز دي في كافه مناطق مصر، في كافه المحافظات، وانا متطوعه بالدراسه ومتطوعه بتنفيذها. انا تحت ايدي مجموعه من النساء المسلمين الحافظات الواعدات اللي هم يقدروا يكونوا المراكز دي في كافه مناطق محافظات مصر، يقدروا ينشروا الاسلام الوسطي علشان يلتحق بهذه المراكز كل نساء المسلمين بكافه اعمارهم، يتعلموا، نلحق الموضوع في مهده.
قبل ما الموضوع يزيد اكتر من كده، وقبل ما الفتنه دي يخطط ليها بشكل اكثر مهاره من كده، وبالتالي يدمروا البيت المصري. احنا هنلحق المراه، هنلحق كل امراه مسلمه، ام او اخت او ابنه، هي اللي هتتعلم دينها صح من خلال هذه المراكز، وهتبقى منتشره في كافه مناطق محافظات مصر. وبعدين الفكره لما تعمم في مصر نقدر نحققها خارج مصر، وانا ممكن احققها وانا متطوعه بالدراسه بكافه جوانبها وبتحقيقها داخل مصر وخارج مصر. يتبناها الازهر، يتبناها اي هيئه او منظمه او رابطه من رابطات العالم الاسلامي، يتبنى هذه الفكره وننفذها في مصر وخارج مصر، بحيث ان احنا ننشر ديننا الوسطي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه القص ان هو يصلي في المسجد الاقصى رفض، وقال له انا لو صليت هنا هتبقى ذريعه للمسلمين بعد كده ان هم يحولوا كل الكنائس لمساجد. ورفض، وخرج فعلا صلى بره بعيد عن الكنيسه على ما اذكر ب 150 متر تقريبا او حاجه كده. ايوه. وبرده بعد كده جت حكايه عمرو بن العاص لما جه ابنه يسابق احد الاقباط او النصارى، والراجل سبقه فراح ضربه، فراح سافر وضرب اجباد الجبال لحد ما وصل لعمر بن الخطاب، وشكى شكوته ان ابن عمر بن العاص اللي كان والي على مصر ازاي يضربه ويقول له ان هو اشرف منه. فراح طلب عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه، وقال له اضرب ابن عمرو بن العاص زي ما ضربك واضرب ابوه. فراح ساعتها الراجل النصراني الكريم قال له انا هاخد حق قصاصي من اللي ضربني فقط، ورفض يضرب عمرو بن العاص. وبالتالي علم كل الناس وعلم كل المسلمين وكل اولياء امور المسلمين ان النصراني في بلد المسلمين لحقه بحقه، لا يظلم ولا يظلم. السيدة هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة، يعني احنا نقلنا وجهة نظرك ونتمنى انها تحصل، لان طبعا لو تم يعني البداية من البيت اعتقد ان الامور لن تنفجر في الشارع زي ما بنشوفها دلوقتي. نشكرك. خاصة في جزئية اخرى كمان مهمة قوي لازم اضيفها لو سمحت لي، ان حضرتك لو تعرف ان اي بيت مسلم عايز يعلم اولاده سواء بنات او اولاد القرآن الكريم، خاصة احكام التلاوة والتجويد وكيفية تلاوة القرآن صحيح او اي شيء من امور الدين، بيبدأ يدخل بيته، عايز يدخل شيخ، فالشيخ الراجل ليه طريقه يخش بيها البيت، فبتربك البيت، لان لازم يكون في حد في البيت موجود، راجل موجود اثناء وجود هذا الشيخ. دي بقواعدنا الاسلاميه، ومن لا يعلم قواعده الاسلاميه وقواعد شرعه بيخلي الشيخ بيسمح له ان هو يبقى موجود في البيت في غير وجود محرم في هذا المنزل، ودي بتعمل بعد كده كوارث احنا في غنى عنها. وبعدين لو حبت الاسره دي تاخد او تستعين بامراه معلمه للقران او داعيه تعلم امور الدين، الساعه يا فندم بتوصل لاكثر من 100 جنيه الساعه، والموضوع مكلف جدا. فانا فكرتي ان المركز ده يكون متدرج، اولا يعلم كل نساء المسلمين امور دينهم وتلاوه قرانهم الصحيحه، ويبقى في جزء اخر برضو يبقى في دراسه يعني مستوفاه ان احنا نفرز مدرسات من هذه المراكز، هم نفسهم هيقوموا بتعليم كل محافظات مصر، لان هيحصل افراز بشكل قوي. وكمان المراكز ديت بما اني انا بدرس احكام تلاوه وتجويد لعرب واجانب، وثبت ان الاجنبي بيوصل لان هو يتعلم اللغه العربيه بشكل اسرع واقوى واتقن عن طريق احكام تلاوه وتجويد القران الكريم، عن تعليمه للغه العربيه عن طريق النحو والصرف. القرآن بيعلمه بشكل أسرع وأقوى. وبالتالي المراكز دي لو اتعمل فيها جزء خاص لتعليم الأجانب اللغة العربية عن طريق أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم، يبقى احنا بنعمل شكل يشرف ويضيف لينا كمصريين ان الازهر في بلدنا، ونبدا بقى نرجع الازهر تاني مناره، لانه هو بيحتضن، هو يعتبر كعبه العلم في مصر. مصر بتحتضن اكبر كعبه للعلم الاسلامي وهي الازهر، لازم يرجع مناره زي الاول، ونحاول نعمل ده داخل مصر وخارج مصر. أشكرك شكرا جزيلا السيدة هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة، كنت معنا في ميدان التحرير.